ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. عاملين ايه في الجو الساقع دوت؟ اخباركم ايه؟ النهارده كنت قاعده وقاعده ومتستته بقى كده وستوته كده، والدنيا ساقعه بقى واحنا قاعدين ما شاء الله، يعني ايه، مكموشين كده في بعض. ولقيت لك ايه؟ الاخت ياسمين عز اللي حسبي الله ونعم الوكيل طالعه تقول ايه؟ تقول ده انت كنت في بيت ابوكي، كنت جعانه وصدمانه وعدمانه، واما جالك الفرعون الصغير، معرفش ايه حكاية الفرعون الصغير بتاعها ده، تقريبا بقت بتشتغل في سابت الاعلام وبتشتغل دلوقتي في الاثار. تمام، كل شوية الفرعون الصغير الفرعون الصغير الفرعون الصغير اللي المفروض تحطيه تاج على راسك، مش عارفة ايه، والحكاية والرواية. الفرعون الصغير اللي بنلاقيه ماشي في الشقة بالكلسون اللي وصله لغاية هنا، والشراب اللي قد كده، ده الفرعون الصغير اللي احنا بنشوفه. يعني انا بص، انا مش معترضه على كلامها، مش معترضه ان في رجاله حلوه ورجاله شيك والكلام، بس احنا ما شفناش الا الايه، الا العربيات النص نقل اللي بتبقى نايمه وعماله تسحب، واصوات من كل حته شويه. بس هي دي اللي احنا شفناها، الفرعون الصغير. انما الفرعون الصغير بقى اللي هي بتشوفه، مش عارفه، يا ريت تبعت لنا منه حبه كده حتى، يعني احنا ولاد بلدك يعني امنحينا يا ستي، جيبلنا هديه، جيبلنا شويه كده هوت من الفراعين الصغيره الحلوه بتاعتك، اللي بتشوفيه، اللي انت بس بتشوفيه. بصي يا حبيبه قلبي، ما انت لو بتدوري على عريس وعايزه عريس، بلاش تخشي اللفه دي، بلاش تلفي اللفه دي، ماشي؟ عشان اول حاجه، مفيش حاجه اسمها فرعون صغير وفرعون كبير، ده راجل. احنا الراجل بنحترمه، وراجل بنقدره، وراجل بنعمل له 100 حساب وحساب. كل ده احنا عارفينه من قديم الازل، من قبل ما حضرتك تيجي اساسا، ماشي؟ بس ما تقوليش بقى ايه، انتي بتتنمرضي عليه، وانتي كان ابوكي كان مجوعك في البيت، واما تيجي تاخديه تعملي عليه هانم. انتي ايه اللي دخلك بين الراجل ومراته؟ ايه اللي يدخلك بين الناس وبعضها؟ انتي كده مفرق شر. ايوه، انت لما تتكلمي كده، انت كده مفرق شر. انت لما تقعدي تسلطي الرجال على حريمهم، وتسلطي الستات على رجالتهم، وتفخمي فيهم ويفتكروا ان هم عملة نادرة. لا يا ماما، الست زي الراجل، الاتنين بيكملوا بعض. زي ما هو عنده كرامة هي عندها كرامة، زي ما هو عنده مبدأ هي عندها مبدأ، محدش بيغير حد. اللي بيحبك يحبك زي ما انتي، بحلوك وبمرك وبكل حاجة فيك، ما بينتقدكيش. فانتي مين يا بتاعت امبارح عشان كل شوية تفضلي تنتقدي في الناس؟ الستات اللي انتي بتتكلمي عليهم دول ومش عاجبينك، الستات دي مطحونة، الستات دي اتطحن على دماغها الزلط، وانا واحدة منهم، وانا واحدة منهم. تقفي في المطبخ وتستقبلي جوزك وهو جاي، وتستقبلي اهل جوزك وحماتك، وي وفي الاخر ما انتش مشكورة، انت مش كويسة. هم رايحين عند ابنهم، وتلاقي نفسك بعد كده واقفة على حوض المواعين، المية لغاية هنا، وعند الاكل لا انت بتقولي له، لا بتقوله. الست اللي انت بتتكلمي عليها وبتقولي دي ست مش كويسة ومش مقدرة قيمة الفرعون الصغير، الست دي لا بتقوله خلي امك تقوم، انا عملت الاكل خلي امك تقوم تغسل مواعين، ولا بتقوله خلي اختك تيجي تشتغل، ولا الكلام دوت. كل واحد في الدنيا دي ليه دور، ليه دور. زي ما هو بيجيب لها اللي هي عايزاه والكلام دوت، وبيقف معاها وفتح لها بيتها وجايب لها الخير في بيتها، هي كمان مراعية ربنا فيه. فما ينفعش ان انت كل شوية تطلعي وتنبري، واصل الفرعون الصغير ويجيب له الماركات. احنا حبيبتي احنا ما عندناش ماركات، احنا بنجيب من الوكالة،
الماركات بقى بتاعتك دي اللي انتي في الوقت الحالي بس من قريب بدأتي تجيبي منها، احنا ما بنجيبش منها الا نادرا، انما احنا بنجيب من اماكن تانية على قد رجالتنا، على قد ميزانياتهم. عشان ايه؟ عشان ما نطلعهمش، عشان احنا متربيين، عشان احنا ولاد ناس، عشان احنا بنخاف فعلا على اللي معانا. فانتي ما تطلعيش تفركي وتحركي والست ومش عارفة ايه والولاد، واول ما تشوفه تقول له عيالك عملوا وعيالك سووا. حبيبتي، اذا كان الراجل ليه دور والست ليها دور. الراجل ليه دور ان هو بيطلع من اذان ربنا، من اذان الفجر، بيطلع يسترزق على اكل عيشه واكل عيش ولاده. الست كمان بتقوم من الصبح تعمل بيتها وتنظف وتودي العيال المدارس وتستناهم قدام المدرسة. كتير بيعملوا كده عشان تاخدهم وهم ماشيين، عشان محدش يتخطف، عشان محدش يتهبب ولا عيل يتوه منها. وفي الاخر بترجع بتجيب حاجتها وبتجيب بيتها وبتجيب اللي لازمها من السوق، وبترجع تعمل وتسوي وتخلي وتفضل واقفة على رجليها زي الدبان مستنياه لغاية اما يرجع عشان تلف اللفة من اول وجديد تاني. اللي عملت الصبح مع عيالها تعمله تاني بالليل مع جوزها، وتقعد تحضر له في الاكل وتنظف بيتها والكلام دوت. فانتي ما تقلليش من شأن المرأة. انتي ما تقوليش الست ما بتعملش وانتي كنتي ابوكي كان مجوعك. لا يا حبيبتي، الست دي اللي بتطلع من بيت ابوها ما بتطلعش من بيت ابوها كده منفضة. لا يا حبيبتي، لا يا ست ياسمين، دي بتطلع بتبقى رايحه له بيته بعزها وبعز ابوها وبخيرها وبخير ابوها. بتجيب له اوضه واتنين، وبتجيب له الستاير، وبتجيب له السجاد، وساعات بتجيب المطبخ، بتجيب حاجات في قلب بيتها. وابوها كمان بيجيب لها دهب على دهبها، يعني عريسها بيجيب لها دهب وابوها بيجيب لها دهب عشان تبقى داخله راسها مرفوعه، محدش يتريق عليها ولا حد يكسر لها، وتبقى داخله كده راسها في السما. فما ينفعش اللي انت بتقوليه ده، اللي انت بتقوليه ده مش عندنا، واللي انت بتقوليه دي مش من عاداتنا ومش من تقاليدنا. وانت محدش عينك ان انت تتكلمي بلساننا. وهو شوفي ربنا عمل فيك ايه. وان شاء الله باذن واحد احد القناه بتاعتك تتقفل، لان انت مش كلام الناس. انت واحده نميمه على الناس، انت بتنمي عنهم، بتخربي على الستات. حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا شيخ. يا جماعه حطوا لايك والنبي، حطوا لنا لايك عشان عليت لي الضغط، وكتاب الله عليت لي الضغط. انما كل شويه الفرعون الصغير كله بيكمل بعض. الراجل والست بيكملوا بعض، هي بتجيب حاجات وهو بيجيب حاجات. انا لما جيت اتجوزت ما كانش عنده شقه ولا كان عنده حاجه. امي اديت له من عندي وادينا له شقه ووقفنا معاه، مش عيب ولا حرام، بس كملنا بعض والدنيا مشيت. فمش معنى كده. وبعدين احنا عمرنا ما جوعنا في بيت اهالينا. شفتينا واحنا جعانين؟ شفتينا وبعدين اما نروح بيت الفرعون الصغير نعمل هانم؟ تعمل هانم في بيتها في مملكتها. اقولك على حاجة، ربنا يهديلك نفسك. يلا يا حبايبي، ما تنسوش اللايك والاشتراك عشان ضغطي عالي، هاخد حباية الضغط بسبب ياسمين عز.